تقارير صحفية تؤكد أنه لو نجح الأهلي في الفوز على بالميراس في المباراة المقبلة وهزم بورتو في نفس الوقت، فإن الأهلي وبورتو سيقطعان 90% من مشوار التأهل للدور الثاني معا، خصوصاً أنهم لن يكونوا في حاجة سوى للتعادل في مباراتهم الأخيرة معا والخروج بنقطة على الأقل منها للتأهل على حساب إنتر ميامي وبالميراس، خصوصاً أنه في هذه الحالة سيصل الثنائي ل5 نقاط، وسيكون أقصى عدد من النقاط سيصل له بالميراس وإنتر ميامي هو 4 نقاط. توقعات بأن يكون لآليو ديانغ ومصطفى العشي وطاهر محمد طاهر وبن شرقي دور في مواجهة الأهلي وبالميراس، نظراً لحاجة الفريق للقدرات البدنية الكبيرة للاعب المالي في هذه المواجهة، وحاجته أيضاً للاعب قوي في الجبهة اليسرى لإغلاقها تماماً على لاعبي بالميراس الذين يشكلون من خلالها خطورة كبيرة، وكذلك لاعب تكتيكي قوي يؤدي واجبات دفاعية مع محمد هاني لإغلاق الجبهة تماماً على الظهير الأيسر الخطير للفريق البرازيلي، وحاجته للاعب بكواليتي أشرف بن شرقي في ظل المستوى المذري الذي وصل له حسين الشحات رغم المباراة الكبيرة جداً التي قدمها. دييغو كوستا حارس بورتو البرتغالي الأساسي ونجم الفريق الأول يصارع الزمن للتعافي من الإصابة واللحق بمواجهة الأهلي بعدما غاب عن مواجهة بالميراس البرازيلي. بعض زملاء إمام عاشور وبعض أفراد أسرته يظهرون في أمريكا للوقوف بجانب اللاعب الذي يصر على التواجد في أمريكا بجانب الفريق وعدم العودة للقاهرة رغم توصية الأطباء بخضوعه لراحة تامة. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يدعم إمام عاشور ويطمئن على سلامة اللاعب بعد خضوعه لعملية جراحية. محمد خوجة حارس الشباب السعودي السابق يشيد بشكل كبير بمحمد الشناوي بعد مواجهة الأهلي وإنتر ميامي ووقوفه بالمرصاد لميسي وتركيزه العالي جدا في المباراة، ويؤكد أن حارس الأهلي والمنتخب المصري يمكنه اللعب بسهولة في أندية القمة في السعودية ومقارعة الحراس العالميين الذين تقوم الأندية السعودية بالتفاوض معهم. وكيل عمرو السولية يهاجم نادي السويحلي الليبي الذي أعلن اتفاق السولية معهم رغم عدم حدوث هذا الأمر، ويؤكد أن ما فعلوه أصاب اللاعب بضرر بالغ وأثر بشكل كبير على العروض التي كانت ستصل من الدوري القطري، ويؤكد أن موكله لديه تحفظ على اللعب في ليبيا ويرغب في اللعب في قطر الموسم القادم. الإعلامي خيري رمضان يهاجم السيناريست مدحت العدل ويصفه برمز التطرف الرياضي، ويؤكد أنه ترك عمله وأصبح متفرغاً فقط للهجوم الكاذب على زيزو والدفاع عن وزير الرياضة الذي تجاهل طوال الأيام الماضية الأهلي الممثل الوحيد لمصر في البطولات العالمية، ويؤكد أن هذه العقليات الحاقدة تبث سمومها وتزيد التعصب وسط تجاهل تام من المجلس الأعلى للإعلام. جماهير الأهلي تتعجب من قيام إحدى القنوات السعودية بالاستعانة بميدو للحديث عن الأهلي في كأس العالم للأندية رغم موقفه الواضح من النادي، وذلك بعدما حرص خلال لقائه بإحدى القنوات بالأمس على تصدير الإحباط للأهلوية والحديث عن صعوبة تأهل الأهلي بعد تفريطه في الفوز على إنتر ميامي، وحديثه أيضاً عن واقعة وسام أبو علي وتريزيجيه وركلة الترجيح، والذي ظهر من خلاله أنه شخص يريد فتنة في الفريق.